ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم اخوكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي ممكن تعمل ماكت عيد او كارت عيديه بواخد شكلك او واخد شكل الشخص اللي انت هتبعت له بطريقه سهله وبسيطه وحاجه كده بطريقه تكون لذيذه جدا ان شاء الله. انا كنت عامل فيديو عن الميداليات المجسمه او الماكيتات، تقدر انك ترجع له وتتفرج عليه، يعتبر نفس الطريقه، بس احنا قلنا خلاص بالنسبه للعيد وكده فاحنا نعمله كارت عاديه بطريقه تكون شياكه وحاجه تكون ظريفه جدا. تمام. انا طبعا علشان اشخاص وكده فمش هينفع ان انا اعمل على شخص معين، فنعمل مثلا على شخصيه زي كده اهو، باعتبار ان هي دي صوره حد. طبعا تقدر تفرغ الخلفيه، موضوع فوتوشوب يعني، فاهمني؟ بس هي دي الصوره دي PNG جاهزه وكواليتي كويسه. ببدأ اللي انا اصغر مثلا فيها شوية واظبط المقاس اللي انا محتاجه. تمام. كويس جدا. طب انا دلوقتي عايزين مثلا نعمل الشكل مثلا يكون من فوق ونخلي من تحت كده فيه اكليل ورد او حاجة، ويكون جواه الاسم. الاكاليل دي اللي هي الصور اللي زي كده هتلاقي طبعا موجود منها كتير على النت، وفي موقع اسمه PNG egg، هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هتلاقي فيه اشكال مختلفة وشكلها كويس جدا وجودتها كويسة جدا. فخلاص مثلا هنظهر الشكل ده او الاكليل ده، وببدأ اللي انا احدد الصورتين مع بعض واعمل دوس على كنترول تي، وببدأ اللي انا اصغر شوية. تمام كويس جدا. ببدأ اللي انا اوسطن هنا او هنا ماشي، احدد اللير بتاع الاكليل بس، وببدأ اللي انا انزله مثلا تحت كده شويه. كويس. بعد كده باجي كاتب مثلا الاسم هنا، نكتب مثلا اسماء ولا حاجه بالشكل ده. ممكن نخلي اللون يكون مختلف شويه، نخليه حاجه كده من الكالر باليت بتاعت الالوان بتاعتنا. مثلا نحاول نقرب الدنيا كلها من بعضيها، مثلا ممكن تخليه اللون ده، تخليه اللون ده، فاهم؟ اللي هو حاول برضو ما تشطحش في الالوان، يعني ما تبقاش، خلي الالوان تكون متناسقه اكبر قدر ممكن. تمام، اعتقد كويس. نشوف بس كده الاكليل التاني الوانه قريبه شويه من التصميم، بس بصراحه انا عاجبني ده اكتر، فخلاص نعتمد. هما الاثنين كويسين يعني، الاثنين قريبين بصراحه. ماشي، فخلاص انا كده بالنسبه للفوتوشوب خلاص خلصت، مش محتاج منه حاجه تاني. باجي محدد الثلاثه دول، او باجي مثلا ضغط على اول واحد وبضغط على شيفت واختار اخر واحد من فوق، وبعد كده بضغط على كنترول اي. تمام كده انا دمجت الثلاثه مع بعض، بقوا كلهم لير واحد. تمام كده بالمنظر ده. احنا ممكن مثلا نضيف انت كل عيد وانت عيدي، مش عارف ايه، المخطوطات دي كلها هتلاقي موجود منها على النت كتير، تلاقي في حاجات برضو تكون بالوان واشكال كده ظريفه. بس انا مش هعمل كده، انا بصراحه شايف ان هي كده كافيه قوي ومش محتاجه، مش عايزها تزيد بصراحه، كده شكلها قيم جدا. تمام. باجي هنا على ستروك من تحت، بضغط على FX من تحت، وبعد كده على ستروك، وبعد كده ببدا اللي انا ازود شويه. هي معمول لون ابيض، انا عمال اقول في ايه. ماشي، ببدا اللي انا ازود شويه، اعتقد كده تمام. هو عموما احنا كده مش هيبقى بالفاينل برودكت، مش هيكون بالشكل ده. انا بخليها كده تمام، مفيش فيها اي مشكله. وبعد كده بضغط على اوكي. انا كده عندي دلوقتي ده الشكل A4. تمام. فباجي على فايل اكسبورت، وبعد كده بحفظها على انها A4. تمام، مفيش اي مشاكل. و بالنسبه للفوتوشوب احنا كده ما خلصناش. احنا بتيجي عامل ايه بقى في الاخر؟ تيجي هنا شايل الستروك وتقلب التصميم وتطبع، وبعد كده نروح للكورل درو ونيجي فاتحين عليه الصوره. احنا زي ما قلنا ان هي انا كنت عامل الفايل على الفوتوشوب A4، يعني المقاس ده المفروض ان هو A4. تمام. بس طبعا على الكورل بيبقى جاي اكبر، فباجي واخد هنا المقاس ده، بعد كده بضغط على كنترول سي. تمام. وباجي محدد دي وقافل القفل، وبضغط على كنترول في. كده بقى المقاس بتاعنا يعتبر A4. كويس جدا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ باجي كليك يمين، بعد كده بضغط على كويك تريس، وبستنى شويه عشان الصوره فيها تفاصيل كتير فهتاخد معاك شويه وقت. تمام كويس جدا. كده خلصت معانا. باجي بضغط من فوق هنا على انجروب، وبعد كده بضغط على اوتلاين، وبعد كده بضغط على انفل بالشكل ده، وبضغط من هنا وبعمل نوفل. تمام. بعد كده باجي لاغي هنا الكلام ده كله، وببدا اللي انا امسح الكلام ده كله. انا مش محتاج الحاجه دي في حاجه، انا كل اللي انا محتاجه هي دي. طبعا في تريك كده بسيطه ممكن تعملها في الخشب السبليميشن، انك بتقلب الخشب السبليميشن. فباجي قالب الشكل بتاعي بالمنظر ده.
تمام. انا قلبتي ليدي بقص السبليميشن على ظهره، يعني انا بعمل لما باجي اقص السبليميشن بص السبليميشن على ظهره، ما بقصوش على الابيض بتاعه. تمام. بس انا كده عندي السبليميشن وشين، فالحوار واحد يعني مش هتفرق. وطبعا ما تنساش انك بتيجي هنا على الصوره، تمام، وتضغط على كنترول تي، وبعد كده تضغط كليك يمين وبتعمل لها فليب، وبعد كده بتضغط على الصح فوق وتيجي طابع على البرينتر السبليميشن بتاعك اللي انت بتطبع بيها. تمام. والكوريل بتعمل له اكسبورت عادي جدا، وتبدا انك تقصه على الخشب السبليميشن بتاعك وتكبس يا معلم. والف مبروك. كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدت منه ما تنساش تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، ولايك للفيديو لو عجبك. كان معاكم مازن عجوز، كل سنه وانتم طيبين، سلام.